سؤال على المتعة. زواج المتعة حرام عند أهل السنة وحلال عند أهل الشيعة. ف يعني هذا داك المسألة اللي خاصك تعرف في الأول باش تولي شيعي، إلا كنتي سني باش تولي شيعي. فهو عند أهل الشيعة راه ما فيه حتى شي مشكل، بل حتى نكاح الدبر عند الشيعة راه ما فيه حتى شي مشكل. أنا تنعرف واحد الأخت مسلمة، والله العظيم الإخوان، تنعرف واحد الأخت مسلمة شحال هادي دابا راه ما انقطعت صلة الفرج، انقطعت. المهم أنا تنعرفها، كانت تقدر تكون تسمع لينا دابا وانا ما عارفش، كانت عزيز عليها نكاح الدبر. هو راه يعني صغار انك تلقى شي وحده عزيز عليها نكاح الدبر، لان نكاح الدبر راه تيحرق. جرب غير تدخل القويلبات راه غتبان لك القضيه حامضه، يعني بلا ما تمشي بعيد. فنكاح الدبر هي كان عزيز عليها، ما عرفش يعني شنو السبب، كل واحد واللوله ديالو والبليه ديالو كل واحد. المهم هي كان عزيز عليها، ولكن هي كانت مغربيه يعني من اهل السنه والمجاعه. فشحال هذه في ايامات الغفله وكنا تنهضروا وداك الشيء، فقالت لك تتصاحب غير مع الايرانيين. تنهضر معكم دابا هذا الشيء كامل صحيح، تتصاحب غير مع الايرانيين، لان قالت لك الايرانيين عندهم نكاح الدبر ما كاين حتى شي مشكل. فانا قلت لها ولكن راك انت تديري حرام، يعني انت راه ترتكبي واحد المحرم، سواء درتي زعما حيت هو دار لك حلاله ولا كيفاش، ما حرام. بحال دابا شي واحد تيقول لك راه انت صاحب مع مسيحي باش نشرب معاه، فهي نفس الشيء يعني. والشراب حرام، ولكن انا نتصاحب مع مسيحي باش نشرب معاه، وراه حلو في كرموس. فهي ما عرفش انا كيفاش عقلها قال لها نكاح الدبر زوين، راه يقدر يقول لها تصاحبي مع ايران. فعقلها قال لها بان راه الا تصاحبت مع ايراني ودارت معاه النكاح هذه راه هو مسلم وهي مسلمه، وراه ماشي مشكل لانهم ما عندهم حلال. فكانت هكا، كانت السيده خدامه بهذه القضيه هذه، وكانت تهضر من نيتها، يعني ماشي تضحك ولا هذه، حيت هذه المساله ما فيهاش الضحك. يعني من توصل للدبر ديالك ما تيبقاش الضحك، يعني تما تيتسالى الضحك. وزواج المتعه عند الشيعة راه كاين بوسيبل، يعني زواج المتعه تقدر تتمتع بوحده، الا كنتي شيعي تقدر تتمتع بوحده لاجل مسمى. يعني هي الدعاره بحال الدعاره تماما. يعني تا الا سولتي اهل السنه والمجاعه قلتي لهم واش كيفاش تتشوفوا المتعه، تيقول لك دعاره، تيقول لك زينه. تتسمعوهم يعني، تسول شي واحد من اهل السنه تيقول لك هذه زينه، هذه دعاره، باش زعما يبسلوا على الشيعة ويبينوا بانهم راه الناس خايبين. ايوا راه الرسول ديالك اللي حل المتعه، على الرسول ديالك من حل المتعه كان واحد الانسان خايب؟ ايوا راه المتعه كانت وتحرمات. اش تنخور انا. ايوا شنو نديروا في الباب ديال صحيح مسلم اللي فيه ان المتعه كانت يعني تحلات وعاود تحرمات وتحلات وعاودت تحرمات وتحلات وعاودت تحرمات؟ شنو نديروا في هذا الباب هذا في صحيح مسلم؟ نلوحوه في الزبل اخويا اللي تكتب باش تتخور، نلوحوه في الزبل. ولا تنقول لك انا كانت على مالك انت ما تعرفش تصرف الافعال. شنو قلت انا الاخوان؟ تكره الرسول اللي حلها في واحد الوقت وحرمها من بعد، وعاود حلها عاود حرمها وعاود حلها عاود حرمها. الا ان في ذاك الوقت اللي حلها الرسول واش كانت دعاره؟ راه كانت محلوله. من كان حلها الرسول وكان الله موسع على العباد ديالو والرسول حلها، واش كانت دعاره؟ هذا غير سؤال دابا. كانت دعاره ولا ما كانتش دعاره؟ ايتي عندك اهل السنه والجماعه ما يقولش لك دعاره، خايف، لان الا قال لك دعاره اذا الرسول حلها الدعاره. فهنا تيقول لك ولا تيبقاو يركزوا على ديك المساله ديال انه راه حرمها في الاخر، يعني تيركز لك على الاخر زعما راه حرمها في الاخر. ايوا مين ما كانش محرمها اش كان واقع؟ اذا كانوا الصحابه تيديروا المتعه، فإلا انت تعتبر المتعه دعاره اذا راه الصحابه كانوا تيديروا الدعاره. شنو هي انك تنعس مع واحد المراه لواحد المده معينه بمقابل. دابا قولوا لي شنو التفسير ديالها بالعربي، شنو الكلمه بالعربيه اللي تنقولوا على هذه القضيه هذه اللي قلت لكم دابا؟ انك تعطي واحد المقابل لواحد المراه باش تنعس معك لواحد المده معينه، دعاره، سي لا بروستيتيسيون. كيفاش باغي تسميها نتايا؟ راه دعاره وراه احلها الرسول.
واش المتعة كانت حلال في واحد الوقت؟ نعم. بأحاديث صحيحة؟ نعم. باب في حديث في صحيح مسلم باب فيه تيهضر على المتعة، باب يعني تي ماشي غير صحيحة، واكله كاع البروتينات والفيتامينات ديال العالم. فالناس كانوا الصحابة كانوا تيديروا. فراه كما قلت لكم واحد المرة الإخوان، راكم واخدين واحد الفكرة غالطة على الإسلام. راه المسلمين اللي عايشين اليوم اللي مصيدين، راه ماشي المسلمين اللي كانوا عايشين في عهد الرسول. المسلمين اللي كانوا عايشين في عهد الرسول راه كانوا عايشين بحال الملوك. راه اليوم اللي مصيدين المسلمين، اليوم اللي ما قادرينش. الإسلام راه زوين ملي تيكون الإسلام هو الديكتاتورية اللي حاكمة، هنا تيكون الإسلام زوين، الناس تتبرع، المسلمين تيتبرعوا. اما من تيكونوا المسلمين مستضعفين، فديك الساعه تيبقى غير صابون الكف والصابون البلدي. صابون الكف خايب، الصابون البلدي تيحسن. ففي ذاك الوقت ديال الرسول كانوا بخير، يعني الفرج حديث ولا حرج، الفلوس داخله، لا خدمه لا ردمه، يعني خدمتهم هي الحرب. فين ما درتي اينما وليت وجهك فتم سوق نخاسه، جيب لك مع راسك المعيز تنكح، بيع وشري في العيالات. يعني ما كانش عندهم مشاكل جنسيه، ما كانش عندهم الكبت، ما كاين تيعرفوش شنو هو الكبت. تتلقى صحابي عنده 14 سنه 15 سنه راه نكح بني هاشم كلها. اما هنايا دابا حيت المسلمين مستضعفين وهذه القضيه ما كايناش، ما كاين لا اسواق نخاسه، ما كاين ملك يمين، ما كاين هادي، بنادم مكحط. وتا المتعه اللي زعما كاين مازال شويه يعني كانوا يقدروا يشدوا بها سدوها. انا تنشوف المتعه راه حل زوين، المتعه راه حل زوين، يعني منطقيا راه حل زوين، راه واحد التقنين زوين ديال الدعاره. فيا ريت لو ان اهل السنه والجماعه بقاو بحال الشيعه، كانوا يحللوا زواج المتعه، وكان الشاب المسلم المكحط انه يلقى كيفاش يفرح القريد، والبنت اللي حتى هي يعني دير، لان مساله من انت تقول راها جزء من الدين ما تتبقاش فيها الدعاره والحشومه وداك الشيء، ياك تتبقاش فيها. فتا البنت الا بغات تدبر على راسها وبغات فليسات، وما تنهضروش على البنت، يعني تنهضروا على اي وحده، يعني ماشي ضروري تكون بنت صغيره ولا هذه. راه تلقاها حاجه مثلا، شي واحد مثلا تتعرفوا دوك اللي عندهم الفيتيش ديال الشارفات، تتعرفوهم، تيكون هو مثلا صغير عنده جو سي با في العشرينات، وتيعزيز عليه وحده عندها 60 عام 70 عام. ماشي المهمات هما ديك 40 50. تلقى دوك اللي عندهم مع الشراف، فوحده مسكينه قبل ما تودع دير لها شويه ديال المتعه، حجه وزياره. فانا ما عرفتش يعني تكون واحد تحل السعاده على المجتمع. تلقى حاجه شارفه كل مره يعني تدوز واحد الوقيت، وما غاديش يكون طابو، ما يكونش ديك الحشومه وداك الشيء. علاش؟ لان جزء من الدين، فالناس كلهم غادي يكونوا تيتعاملوا مع هاد الناس هادو بشكل عادي. يعني مثلا واحد الشارفه عندها واحد الدويره ديالها، كل مره تلقاها عندها شي واحد تيدوز معاها يومين 3 ايام تيمشي، عاوتاني تيبان شي واحد اخر يومين 3 ايام تيمشي، والحاجه جالسه مسكينه بخير مدوره العاقه حتى هي يعني تتعيش الحياه ديالها وهذه، والشباب حتى هو عايش الحياه ديالو. البنات كذلك، ما يبقاش ديك القضيه ديال البكاره والصداع التحيد. لان حنا الهدف ديالنا كحركه ماسونيه ديال قسم شمال افريقيا شنو هو الهدف ديالنا حنا كمنظمه الحاديه تابعه للماسونيه العالميه قسم شمال افريقيا؟ هو نحيدوا البكاره للبنات، يعني اننا نعريو البنات. يضحكون هاد التعريفات، تجينا انا بحال هاد الماسونيين كلهم تيجريو مور البنات، تيبقاو يهبطوا لهم الصايات. هكا تنفكر ملي تيقول لك راه يعريو النساء ديالنا، ملي بحال نهبطوا لهم الصايات في الزنقه بحال دوك الفيديوهات. تعرفوا ديك الفيديوهات ديال الضحك، تيجي مور شي واحد وتيهبط ليه السروال ولا هكا تنفكر فيها انا. كيفاش باغيين تعريو العيال؟ واش كاينه شي وحده غادي وهي ما بغات تعرى ما بغاتش ما تعراش؟ كيفاش يعريها شي واحد؟ واش غادي ندخلوهم لشي زريبه ونبداو نعريو فيهم؟ ولا ما فهمتش انا. فالهدف ديالنا حنا هو نحيدوا لهم البكاره، فما يبقاش هذا المشكل ديال البكاره، غادي يتحيد تماما، يتحيد. لان عادي ان وحده تقدر دير زواج المتعه، دير زواج المتعه غادي تحيد هذا الطابو ديال البكاره، غادي تحيد. البنات اللي بغات دير زواج المتعه تدور الحركه،
هو يجي شي واحد يقول لي هل ترضاه لاختك، فهمتيني؟ مازال ما جاوش. فين هما صحاب هل ترضاه لامك؟ فين هما؟ نورمالمون هذا هو الوقت ديالهم، ما عرفت انا. هل ترضاه لامك؟ هل ترضاه لاختك؟ هل ترضاه لبنتك؟ هل ترضاه لخالتك؟ هل ترضاه لعمتك؟ ايوا دوك اللي الصحابه اللي كانوا تينكحوا مع رسول الله وتيديروا المتعه. وهل ترضاه لاختك؟ دابا واحد الصحابيه جليله دارت زواج المتعه مع شي صحابي، يلا، وهذه زعما دازت هانيه، هذه هانيه هذه. يعني دوك الصحابه اللي داروا المتعه مع من داروا المتعه مع البهايم، راه داروا المتعه مع نساء. وفين هي ديك الساعه هل ترضاه لاختك وهل ترضاه لي؟ وانت ملي تمشي تسرق وحده وتمشي تنكحها وفي راسكم ملك اليمين، راه ماشي بالضروره حيت كاينين الناس عندهم بعض الافكار غالطه، خصنا نصححوا الان المفاهيم. تصحيح المفاهيم. كاين اللي تيمشي تيدير شي، تعرف دوك الاجتماعات وداك تينظموا داك اللعيبات والقاعات وداك الشيء، هو جاي يهضر ولكن في راس مالو غير تصحيح المفاهيم. يعني هذه هي الفكره الوحيده اللي عنده. فبحالي انا دابا ما عندي ما نقول، ولكن غنقول تصحيح المفاهيم. فاحنا بحاجه اليوم لتصحيح المفاهيم صافي، من بعد ما كاين والو. فهاد المساله ملك اليمين الخوت، راه كاينين مسلمين لحد الان في 2017، في 2017 كاينين مسلمين اللي ما عارفينش بان ملك اليمين راه فيهم المسلمين. سي كراف. تيسحبهم ملك اليمين راه غير الكفار. ها انت، ها واحد كتب اويلي، هذا ما كانش عارفها، حتى ساره ما كانتش عارفها. ملك اليمين راه ما تيفرقش في الدين. ما وي، ملك اليمين راه ما تيفرقش في الدين. ملك اليمين راه ما تيفرقش في الدين. راه ما كاينش شي حاجه سميتها حرام انك يكون عندك ملك يمين مسلم. بالعكس، تنكح ملك اليمين المسلمه بالملك اليمين هو اللي ما فيه حتى شي اشكال كاع. يعني تقدر تلقى بعض الخلافات وبعض الاشكالات في ملك اليمين، مثلا المشرك مشركه، اهل الكتاب طحن هذه، يعني تلقى بعض الخلافات في ديك اهل اليمين المشركه. ولكن المؤمن اضرب، نعم، في عتق الرقبه. يعني من تيقول لك عتق رقبه مؤمنه، ايوا راه هاد الرقبه مؤمنه شنو هي؟ يلا، من انت تعتق رقبه مؤمنه، شنو هي هاد الرقبه المؤمنه؟ وراه ملك يمين، راه عبد، وراها مسلم، وراها مسلمه. فانت عندك وحده اللي ما مفروضش عليها الحجاب، اللي هي مسلمه، يعني تقدر يعني تقلبها في السويقه مسلمه، وتنكحها بملك اليمين وهي مسلمه. وي عادي، فيها حتى شي مشكل. عادي. بيس اند لاف. راه مشكل كبير. راه دابا الناس ملي تيسمعوا ملك اليمين تيقول لك المسلمين مشاو حاربوا اليهود وملك اليمين هما اليهود، وصافيه كانت ملك يمين وكانت من اليهود، وعاوتاني وحده والاخرى عاوتاني النصارى، وهذه ما كاين لا نصارى لا والو. راه ملك اليمين ممكن تكون مسلمه وتنكحها بملك اليمين، بملك اليمين تتنكح هذه المراه المسلمه بملك اليمين، وتمشي تبيع هذه المراه المسلمه في اسواق النخاسه بحال الحواله، ويجي مسلم خور ويقلبها ويشريها ويديها، حيت يقلبوهم باش يشوفوا واش هزه ولا ما هزاش، ومسلمه، وواخا تولد غادي تولي ام ولد، ماشي ما تدخلش في الزواج ولا هادي. فراه هادشي راه مصيبه كحله. وتقدر تنعس معاها انت وتبيعها، والاخر يشريها وينعس معاها الاخر، عاوتاني يورثها ولدو، يعني بحال شي كارطونه ديال الصابون ولا شي هادي، يعني سلعه وصافي. انما هي سلعه. هل يقتل العبد بالحر حسب الشريعه الاسلاميه؟ نعم، العبد يقتل بالحر، نعم. الحر ما تيتقتلش بالعبد، لان هذه راه كاين تفريقات ديال لا، الحر لا يقتل بالعبد طبعا. الحر ما تيتقتلش بالعبد، لان الحر درجه فوق العبد. هنا تيجي تيقول لك الاسلام لا تيفرقش ما بين الناس، الاسلام جاء وكل، اما كاين راه تيفرق حتى ما بين المسلمين. واش مسلم عبد بحال مسلم حر؟ واش مسلم عبد بحال مسلم حر؟ نو، كاين فرق. واش حره مسلمه بحال عبده مسلمه؟ وهادو راه مسلمين، لانه دول مسلمين، ماشي وكثرتوا عليا بنامبورت كوا، راه خاصكم وبزاف،
غنبدا نتقلق ونغضب ونحيد البالطوك ونمشي بحالي. وانا على سبه، دابا انا على سبه تنشوف دابا انا راه قاني، راه جيت اليوم المباشر درت راسي مباشر، انا قاني على واحد الاخت فاضله تكتب لي، فإلا ما كتباتش غادي نتعقد وغنحيد كل شيء ونغضب، عرفتي نغبر اكراهات تنغبر شي عام ونرجع نلقى كل شيء تبدل. شحال زوينه ديك الغبره ديال العام، ترجع تلقى كل شيء تبدل، هذا دابز مع هذا، هادو تغاوتوا، هذا تزوج بهادي، هادو طلقوا، هذا مات. زوين داك تغبر شي عام وترجع، زوينه ديروها شي مره. ما هي هذا الامر ما عارفش انا، يعني في مساله الاجماع يعني ما بحثتش واش في مساله اجماع، ولكن اكاد اجزم ان فيها اجماع، لان ما كاينش مثلا يعني ما تنعرفش فيها شي خلاف، والا كان فيها شي خلاف غادي يكون قول شاذ، يكون قول شاذ لا يعتد به. نعم، يكون قول شاذ لا يعتد به. وانا دابا تنهضر من يعني غير بتحفظ، طبعا ما وقفتش على الاجماع في هذه المساله هذه، ولكن تنعرف بان هذا هو اللي معروف، اذا على الاقل يكون هذا هو القول المشهور وهذا هو قول الجمهور.